السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. معاكم مس لميا، والنهارده بنكمل شرح يونت 1 الوحدة الأولى lesson 2 الدرس الثاني لمنهج برايم 3 سنة تالتة ابتدائي. نبدأ بقى كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس ده بعنوان classroom rules. classroom rules. طيب class يعني فصل، وروم يعني حجرة، يبقى حجرة الفصل هو الفصل بتاعنا. rules اللي هي القواعد والقوانين، واخرها عندنا اس الجمع. اتفقنا؟ نطلع بعد كده نشوف الفوكاب اللي عندنا الجديدة. اول حاجة بيديني ايه هي الرولز اللي انا بعملها جوه الكلاس، ايه هي القواعد اللي المفروض اعملها جوه الكلاس، زي ان انا اقعد اوقف ارفع ايدي. يلا نشوف الكلمات. اول حاجة بيقول لي raise يعني يرفع. raise your hand، ارفع ايدك. raise your hand. يلا الكلمة التانية اتكرر ورايا. الكلمة دي عندنا أول حاجة الحرف التي ده مش هننطقه، نحط تحتيه إكس، غلط، مش بننطقه silent. يبقى الكلمة اسمها lesson منطقش حرف التي. listen carefully يعني يسمع بعناية وباهتمام. بعد كده عندي sit والأو واليو بننطقها آو، يبقى sit down. كون عطوفا يعني بي فيرب تو بي اهو، بي عطوف او طيب يعني kind be kind. نكمل بعد كده الكلمات اللي عندنا. عندي حافظ على فصلك نظيفا، اسمها keep معناها يحافظ. your classroom فصلك انت، وخدنا الدرس اللي فات ان your حاجة ملكك انت. clean نظيف، الاي وصاحبتها الايه بنكسر فيهم جامد يبقى clean. لا تصرخ معناها don't. الاس اتش بننطقها شه، والاو واليو بننطقها او. كده الاس اتش دي بننطقها شه، والاو واليو دي بننطقها او، يبقى shout. don't shout لا تصرخ. بعد كده عندي السؤال بتاع او الطلب بأدب. ازاي اطلب بأدب من المدرسة او المدرس ان انا اروح الحمام او اعمل اي حاجة تانية؟ لازم ابدأ الطلب المؤدب بكلمة may I معناها ممكن انا، هل استطيع انا، وممكن كمان اقول can I ممكن انا go to اذهب the bathroom الحمام. may I ممكن أنا eat آكل. يبقى بعد may I جيب الحاجة اللي أنت عايز تعملها. may I go to school ممكن أروح المدرسة. may I play ممكن ألعب. يبقى may I وحط وراها الفعل اللي أنت عايزه براحتك خالص. نجيب بعد كده الverbs الأفعال. يبدأ يعني start، يريد يعني want، يجري يعني run، يغلق يعني close، واحنا عارفين ان الاي في الاخر لا تنطق. بعد كده عندي يغادر يعني leave تاني، هي الاي في الاخر مش هننطقها. يحافظ يعني keep. يعني احنا كده عندنا الاي واختها الاي التانية، او الاي وصاحبتها ده او ده بكسر جامد. بصوا كده على يغادر leave الاي وصاحبتها المد. بصوا على كلمة يحافظ keep 2 اي برضو كسرة جامدة. بعد كده عندي كلمة يجيب answer. حتى لاحظ ان حرف الو مش هننطقه silent، يبقى يجيب يعني answer. نطلع بعد كده في كلمات تانية. كلمة معلم كلمات قديمة معانا. معلم يعني teacher. عندك حاجتين او 3 حاجات في كلمة teacher. عندك الاي والاي كسرة جامدة، السي والاتش هنعلم عليهم. الاي والاي كسرة جامدة، السي والاتش انطقها تش، الاي والار يبقى teacher. حمام يعني bathroom. زميل دراسة class يعني فصل. طب زميلي اللي جوه الفصل اقول classmate. كرر ورايا عشان تحفظ ايه الكلمات. كلمة محيط، تعال نشوف الأول ايه المشكلة اللي فيها. الفكرة اللي فيها ان انا عندي هنا السي مش هنطقها السي ولا هنطقها ك. انا عارفة ان السي بنطقها يا اما السي يا اما ك. هنا هننطقها، بص كده نطلع لها سهم، هنا هننطقها شه.
ocean ocean. ينظف يعني أو نظيف يعني clean، يبقى دي تنفع دي تنفع اسم وصفة، يبقى clean تنفع يا إما نظيف صفة، يا إما تنفع ينظف فعل. كبير يعني big فصل يعني class، متأخر يعني late، خدناهم قبل كده. نكمل معانا الدرس. عندي هنا لو أنا عايزة أدي order أو أأمر حد بحاجة بنعمل إيه؟ لازم نجيب الفعل في أول الجملة. خليني أكتب كده، لو عايزة أعمل أمر، في الأمر أعمل إيه؟ أحط الفعل في أول الجملة، أول الجملة. خلاص، يبقى إحنا كده لو أنا عندي أمر أحط الفعل أول الجملة. يبقى أعمل إيه؟ والفعل بتاعي كمان لازم يكون في المصدر، مصدر. خلاص ماشي، يبقى أنا الفعل بتاعي هيكون في المصدر. طيب أنا بعد كده أنا مش عايزة أديله order، مش عايزة أقول له اعمل كذا، لا أنا عايزة أقول له ما تعملش. بقول له don't و don't لازم يجي وراها الفعل في المصدر. don't يجي وراها مصدر. don't لازم يجي وراها مصدر. don't eat لا تأكل. don't run. هو هنا بيقول له ايه؟ بيقول له don't shout ما تزعقش، ما تصرخش. طب انا عايزه اقول له ما تاكلش وانا بشرح، اقول له don't eat. ما تلعبش don't play. يبقى النفي دايما بدونت وراها الفعل اللي انا مش عايزاه يعمله، بس لازم يكون في المصدر من غير اي اضافات. infinitive. يلا بينا نكمل. بعد كده عندي الجمل بتاعت الدرس الجميلة جدا. نبدأ كده نشوف. هو هنا بيقول لي إذا، قلنا إذا خدناها الحصة اللي فاتت أو الفيديو اللي فات. if إذا أردت أن تجيب ارفع يدك. if you want to answer raise your hand. if you want لو أنت تريد want to answer إنك تجاوب، raise ارفع your hand إيدك. يقول المعلم اسمه teacher. يقول أو يتكلم اسمها say. the teacher says قال إيه المعلم؟ افتح كتابك، ده أمر، أقول الفعل على طول. open your book on page 5. عندما معناها إيه؟ عندما دي معناها when. تقول لي when دي معناها متى؟ when يا إما معناها متى لما يكون سؤال آخره علامة استفهام، لكن أنا عندي هنا نقطة فول ستوب يبقى معناها عندما. يبقى وين ليها معنيين، يا إما متى يا إما عندما. أبص في الآخر لو علامة استفهام وده سؤال أقول متى. أبص في الآخر لو عندي فول ستوب يبقى ده عندما، يبقى دي جملة عادية. when عندما class الفصل starts يبدأ. المفروض نعمل إيه يا حلوين؟ إحنا sit down نقعد. بعد كده عندي تاني إذا، قلنا if إذا احتجت أن تذهب إلى الحمام، لو عايز تروح الحمام أولها إزاي بالإنجليش؟ if you need. كلمة need يعني محتاج قوي، ضروري. طبعا الحمام دي حاجة ضرورية. if you need لو أنت محتاج قوي to use the bathroom تستعمل الحمام. say قول. هنقول إيه بقى؟ قلنا إيه بقى السؤال الأدب اللي إحنا بنقوله؟ May I go to the bathroom؟ اتفقنا ده الأسلوب بأدب أو باحترام عند طلب الأشياء. نيجي بعد كده عندي phonics اللي هي الصوتيات. هنا بنتكلم إيه؟ بنتكلم إن الوه تضرب الها وتقول لها اسكتي. مش هنطق الها هنا، هقول وه بس. يبقى أي كلمة أولها WH ما انطقش الH وانطق الوه بس، ما عدا الكلمة اللي قلتها لكم دلوقتي. بصوا كده، أنا هكتب كلمة كده. احنا متفقين ان الوه لو قعدت جنب الها تضربها، بس المشكله هنا ان انا عندي الاو ايه اللي حصل؟ صاحبتها الها. الاو دي صاحبتها قاعده جنبها، مش معقول تسيب حد يضربها، راحت هي اللي ضاربه الوه. يبقى في الكلمه دي احنا هنقول هو. لكن في بقيه الكلمات اللي معانا دلوقتي مش لاقيين فيها اي او خالص، مفيش او خالص. يبقى يا حرام الوه ام عضلات هتضرب الها وتقول لها اسكتي. زي ايه بقى؟ يلا بينا. wheel منطقش الها. white أبيض منطقش الها. whale حوت. why لماذا. when متى. where أين. what ما أو ماذا. نكمل الدرس بتاعنا. هنا lesson and repeat
الجمل اللي احنا قريناها فوق هنلاقيها موجودة هنا، نفس الحاجات اللي خدناها كلها من شوية. بنبدأ هنا نوصل والتمارين exercises بنحلها. في تاني برضو في كتير exercises، تمارين كتير قوي في الكتاب ده الحمد لله. عندي بعد كده الهوم ورك، الكلمات اللي احنا لسه قاريينها بننزل بيها وبنحفظها كويس وبنقراها كويس. هنلاقي بعد كده الاكتيفيتيز، الأنشطة أو الاكسرسايزز، ودي بقى احنا بنحلها في فيديو لوحدها، ما بناخدهاش الفيديو ده، اتفقنا قبل كده، فيديو للشرح وفيديو بيكون على الحل. تمام. طيب يلا بينا كده نشوف برضو الباراجراف ده بيتكلم عن ايه. classroom rules، يبقى هنعمل بعد كده الحل لوحده، الاكتيفيتيز لوحدها نحلها في فيديو لوحدها وفيديو للشرح. اشوفكم بقى ان شاء الله الفيديو الجاي. باي.